وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وعنوان هذه الحلقة هو العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي، وهي قراءات من كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للمؤرخ والأديب الإريتري محمد سعيد ناود رحمه الله. وتناول بالبحث عن هذا الموضوع العرب والإسلام في القرن الإفريقي، حيث قال العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي تعتبر عنوانا أكبر من البحث الذي يحتويه هذا الكتاب، ولكن ما يرد في هذا الكتاب يعد مدخلا للمزيد من البحوث لاستكمال الموضوع وإعطائه حقه وإشباعه بحثا وتوثيقا. والعربية أو العروبة التي يشملها بحثنا ليست دعوة عنصرية، ولكنها حضارية ثقافية تاريخية. فالعنصرية والنازية هما اللتان تميزان بين البشر على أساس اللون والملامح والمزايا. يعني العرب ليس لون، هذا عنصرية، إنما اللغة هي لغة حضارية، لغة عالمية موجودة من القدم. ولذلك والعروبة أبعد ما تكون عن هذا المفهوم المنحرف، هي العنصرية الذي عانت ولا تزال تعاني منه البشرية. تفرق العنصرية بين البيض والسود، وبين العرب والعجم، وبين كل العنصريات التي تأتي، هذا مخالف للعروبة والإسلام. غير أن العرب تعتبر أو تعد أن كل من يتكلم العربي فهو عربي، كما جاء من تكلم بالعربية فهو عربي. ألا إن العربية اللسان، ألا إن عربية اللسان. ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه الحافظ ابن عساكر بسنده إلى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن قال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام إليه معاذ فأخذ بتلابيبه حتى أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي صلاة جامعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الرب واحد، وإن الأب واحد، وإن الدين واحد، ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن يتكلم بالعربية هو عربي. فقال معاذ وهو آخذ بتلابيبه: ما نقول في هذا المنافق؟ قال: دعه إلى النار. هكذا الآن الذين يعني يثيرون قضية العروبة في إريتريا أو في غيرها، إنما هم يريدون تفرقة المسلمين وانقسامهم. فكان ممن ارتد فقتل في حرب الردة الذي أراد أن يفتن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤكد بأن العروبة لا علاقة لها بالعنصرية هي الهجرات العربية التي شملت أجزاء واسعة من العالم، خاصة بعد ظهور الإسلام. دخل في دين الله أفواجا، وخاصة في القارة الإفريقية في البلاد الزنجية دخلوا أكثر الناس إسلاما من القارة الإفريقية في بلاد الزنج.
وتكلموا بالعربية ودرسوا بالعربية وحفظوا القرآن وقرأوا السنة والفقه باللغة العربية. لذلك هذه ليست لها علاقة بالعنصرية. وتلك الموجات من المهاجرين لعبت دورا رائدا حضاريا وثقافيا واقتصاديا، والعرب والمسلمون كانوا سباقين في هذا المضمار. فعندما كانت أوروبا في عصر الظلام والهمجية والتخلف، إن العرب والمسلمين هم الذين نقلوا لها الحضارة والثقافة في الأندلس، والتي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم. لذلك كما قال الشاعر: كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه وشمس أندلس بالعلم تهديه. كانوا يأتون بأبنائهم يدرسون في الأندلس العلوم العربية ثم ترجمونها إلى لغتهم الخاصة، وبعد ذلك حاربوا الإسلام واللغة العربية. كما أن العرب هم الذين سبقوا الغرب في الاختراعات والعلوم والرياضيات والفلك، وهذا موضوع طويل له حلقات أخرى. وعندما كان العرب يرتادون مختلف القارات حيث امتدت دولة الإسلام، فإننا لم نسمع بأنهم ميزوا بين البشر وعلى أساس عنصري. لذلك حينما ينشئون المسجد لا ينشئونه للعرب أو لغير العرب، إنما لكل المسلمين. تجد في المسجد أو الجامع كل أنواع البشرية موجودة في هذا المسجد، لا تفرق بين عربي على عجمي وبين أبيض على أسود. وعلى العكس من ذلك تماما كان سلوك الغرب الذي بحروبه الصليبية مؤججا الصراعات بين الأديان، ثم تبعه بتجارة الرقيق والتي كانت امتهانا للبشر، وختمه بالاستعمار أو الاحتلال الذي كان استعبادا مكشوفا للشعوب. فنجد الاستعمار والاحتلال الأوروبي مثلا في القارة الإفريقية كان قسم البلاد أو المدن أو الأحياء إلى أحياء للبيض وأحياء للسود. حتى الشوارع كانت خاصة للبيض وهنالك شارع خاص بالسود، وكذلك المواصلات وغيرها. كانت العنصرية الموجودة في الاحتلال الأوروبي لبلاد أفريقيا. وتتميز أرض العرب بخصائص قلما تتوفر لغيرها، فهي تقع في قلب العالم في منتصف الكرة الأرضية بين الشرق والغرب، وهي أيضا أرض الحضارات والرسالات السماوية، حيث أن كل الأنبياء ظهروا في هذه المنطقة الجزيرة العربية، وقد حباها الله بخيرات لا تعد ولا تحصى. فهي منطقة تتميز بالأرض الواسعة، ثم الكثافة البشرية والعراقة في الحضارة والتاريخ. كما تمتلك الثروة الحيوانية والأرض الزراعية ومصادر المياه، وأخيرا الطاقة المتمثلة في بحيرات من البترول مما زاد في أهميتها. هذه في الدول الجديدة أو الحديثة ظهرت هذه الخيرات الإلهية من البترول، بحيرات من البترول أو الوقود مما زاد، أو الطاقة مما زاد أهميته. ولكل هذه المزايا فإننا نلاحظ بأن شعوب هذه المنطقة تمتلك مناعة ضد الإضمحلال، بل تتمتع بالحيوية والاستمرار والنهوض بعد السقوط رغم تكالب قوى الشر عليها في مختلف العصور. فهي منطقة ليست خامدة أو هامدة، بل هي في حركة دائمة وارتياد الآفاق. وعودة إلى موضوع هذا البحث، يقول صاحب الكتاب الأستاذ الأديب محمد سعيد ناود رحمه الله: العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي. أود الإشارة بأن القرن الإفريقي يقابله القرن العربي كذلك من الجهة
من الجهة الشرقية للبحر الأحمر أو ما يسمى ببحر الغلزم في ذاك الوقت. والبعض يعرف القرن الإفريقي بالصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، هذه الدول الأربعة. هذا مصطلح جديد أطلق لمتابعة هذه المنطقة لأن منطقة ساخنة، فقسموا هؤلاء الكفرة كل البلاد العالم إلى مقاطعات وإلى محاور حتى يستطيعوا أن يسيطروا، فجعلوا القرن الإفريقي وجعلوا لها مراكز وهي تمثل إفريقيا، تمثل الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، أي بما كانت تسمى بذلك الوقت ببلاد الطراز الإسلامي وقبلها بمملكة الحبشة. وهذا تعريف مبتور حيث أن السودان ومصر جزء لا يتجزأ عن المنطقة. القرن الإفريقي يتكون من 11 دولة، والأساس هي هذه الدول الأربعة: الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، ولكن هنالك دول مؤثرة ودول مؤثرة. فالسودان يؤثر على القرن الإفريقي، وكذلك مصر يؤثر على القرن الإفريقي، وكذلك كينيا ويوغندا وجنوب السودان حاليا. فهذا القرن الإفريقي هو قرن ساخن وفيه تغيرات كثيرة جدا، ولذلك وهذا تعريف كما قال مبتور، حيث أن السودان ومصر جزء لا يتجزأ عن المنطقة التي يتم تعريفها بالقرن الإفريقي تاريخا وحضارة وثقافة ومصيرا ومصلحة وتأثيرا وتأثرا. كما أن الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر يرتبطان مثيرا وثقافات وحضارات وتاريخ وأديان ومصالح في الماضي والحاضر. هذه المنطقة ليست جديدة، هي منطقة لها عراقة في التاريخ، لها حضارات ولها مدن ومصالح في الماضي والحاضر. ولذا فإن النبذة القصيرة التي أوردناها في صدر البحث هذا عن الجزيرة العربية من ممالك وأديان وخلافها نجدها منعكسة لدرجة التطابق في الشاطئ الآخر للبحر الأحمر. وإذا كان هنالك تاريخ محلي لأي من أقطار القرن الإفريقي وأقطار الجزيرة العربية، فهنالك أيضا التاريخ العام، أي الأحداث الكبيرة، وهي تشمل المنطقة بكاملها، وبهذا يصبح تاريخها واحدا. هذه المنطقة شرق وغرب البحر الأحمر، هذه مناطق متصلة منذ القدم، وكانت هنالك تجارة بين العرب في بلاد الحبشة وغيرها من بلاد البجة في شرق أفريقيا. وما تطرقنا إليه من الأحداث التي مرت بمنطقة القرن الإفريقي ليس سردا لتاريخ العروبة والإسلام بهذه المنطقة، لأن ذلك مسجل ومعروف وحفلت به الكثير من الدراسات والبحوث والثقافات. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله حمدا كثيرا، صلى الله وسلم على أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء. بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع من حديث عن تاريخ هذه المنطقة وقراءة من كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للأستاذ الأديب والمؤرخ الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله. ولأهمية هذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي وما تحويه من خيرات، فقد تنافست عليها القوى الكبرى في كل العصور، بل حاولت الهيمنة عليها. ومثالا لذلك الفرس والرومان والبرتقال والأتراك، ثم الاستعمار الأوروبي في القرن الماضي،
ثم الصراع بين الشرق والغرب في مرحلة الحرب الباردة وقبل انهيار المعسكر الشرقي. وهذا النوع من الصراع والتنافس المدفوع بالمصالح وبسياسة الهيمنة لا زال قائما، والدوائر الطامة في خيرات هذه المنطقة اتبعت سياسة فرق تسد، فرق الشعوب بين عرب وعجم، وخاصة الشعوب المسلمة أدخلوا فيها هذا المصطلح عربي وزنجي وأفريقي وكوشي وسامي، هذا كله لتفريق المسلمين والاستيلاء على أراضيهم الخصبة، وكانت تتبع سياسة فرق تسد واستعمارية. وأبرز مظهر لذلك هو إثارة الشكوك والحساسيات ضد العروبة والإسلام، وافتعال معارك بين الإسلام والمسيحية ومعارك أخرى بين العرب والزنوج. كل المكتشفين الذين داروا حول أفريقيا وكانوا يسمون بالمكتشفين معظمهم كانوا من التنصيريين الذين ينصرون المسلمين بإدخالهم إلى دين النصارى وإخراجهم من دين الإسلام. وليست هنالك كشوفات، وإنما كانوا يكتشفون الأراضي إذا وجدوا فيها بلاد للمسلمين جعلوا لها مكائد وحولوا الشعوب إلى النصرانية. وهذه السياسة لم تكن إلا مؤامرة رسمتها وحاكتها ونفذتها، ولا تزال حتى الآن تنفذها الدوائر الطامحة والطامعة في خيرات القارة الإفريقية وإبعادها عن المحيط العربي والإسلامي. مثلا إريتريا هي منطقة حيوية تمتلك ميناءين في البحر الأحمر، ميناء مصوع الكبير وميناء عصب، واتصالها بالعرب ووجود القبائل العربية ووجود الإسلام فيها ووجود ساحة كبيرة للغة العربية في إريتريا، فجعلوا منها مشكلة بين الشعوب الإسلامية وأقاموا الحروب بين الشعوب، وتطاولت عليها كثير من الحكومات الاستعمارية والاحتلالية لإريتريا، وما تزال لإبعادها عن المحيط العربي والإسلامي الذي لم يكن في يوم من الأيام سبب من أسباب التخلف بقدر ما كان يحمل دوما مشاعر الحضارة والثقافة. هذه المناطق كما ذكرنا بما يسمى بلاد الطراز الإسلامي كانت هنالك فيها حضارة، وهؤلاء العرب جاءوا من مناطقهم وسكنوا وتمازجوا مع أهل المنطقة وأقاموا حضارة قوية وبلدان قوية، وكانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي. وإن هذا الوهم بوجود صراع عربي زنجي وصراع إسلامي مسيحي وتغذيته، هذا الداء مطلوب اجتساسه من جذوره، فالسلام والتعايش بين الأديان تقره الشرائع الدينية، كما أن الصراع حول اللون والعنصر لا وجود له في أذهان المخططين للمحافظة على تخلف وتمزق وانقسام شعوب المنطقة. إن الدين عند الله الإسلام، أما كل الأنبياء الذين جاءوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي شرائع دينية وليست دين لكل نبي دين، إنما دينهم كان الإسلام، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام قال أسلمت، أي دخل في الإسلام. فإذا هذه الأديان التي يسمونها ليست لكل نبي دين خاص، إنما هي شرائع تختلف من قوم إلى قوم، لكل نبي أرسل بلسان قومه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم الرسالات وآخر الدنيا، لذلك كانت رسالته عالمية
تخص كل البشر في العالم. لذلك إن الحدود الجغرافية بين أقطار القرن الإفريقي هي حدود مصطنعة، مثلا بين إثيوبيا وإريتريا، بين جيبوتي والصومال وإثيوبيا وإريتريا، هذه حدود اصطنعها سايس بيكو لتفريق المسلمين في هذه المنطقة وتعثر تقدم وتطور المسلمين فيما بينهم. وقد صنع معظم هذه الحدود الاستعمار الأوروبي في القرن الماضي، القرن ال19 أو ال20، وليس هذا في القرن الإفريقي فحسب، بل في كل إفريقيا وحتى في بلاد العرب في قارة آسيا. جعل لكل دولة زريبة وهنالك علم، وجعل بين بلدين منطقة صراع للمستقبل، وتجد الإخوة العرب يتقاتلون في قطعة لا فائدة فيها، وهكذا أراد الاستعمار أن يفرق. بينما نجد الآن في ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، الأوروبيون ينتقلون من دولة إلى دولة بحرية، ولكن في الخليج أو في الدول العربية هنالك عوائق، أو الدول الإسلامية هنالك عوائق للتنقل بين دولة ودولة، وهذا ما أراده الاستعمار وكان، وخلقت بينها فواصل وحواجز وحساسيات ساهمت في التخلف وأضاعت الجهد والوقت في صراعات هامشية مثل عقلية التوسع على حساب الجوار، والتي تشبع بها بعض الحكام المحليين وخاضوا حروبا منهكة لهذه الشعوب، كقضية الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، وهذا الصراع الدائر منذ استقلال إريتريا أو قبلها، مصطنعة لكي تكون هنالك مفاهيم جديدة لهذه المنطقة. وحتى من امتلك الأرض الشاسعة بعد أن توسع على حساب جيرانه فإنه حافظ على التخلف ومنع التطور والتقدم عن رعاياه. وإن خطر سياسة وضع الحواجز بين الشعوب يتمثل فيما فعله البريطانيون في السودان مثلا بالفصل بين شماله وجنوبه في ذاك الوقت، حينما كان السودان واحدا شمالا وجنوبا، لكن هنالك كان انفصال يعني معنوي بين الجنوب المسيحي النصراني والشمال المسلم، حتى انفصلت الجنوب وانقسم السودان إلى قسمين. وعلى مدى نصف قرن كانت نتيجة هي ما يجري اليوم من صراعات ليست في صالح الجنوب أو الشمال، بل إن هذا الصراع الدموي كان ولا يزال سببا في تعطيل التنمية والبناء والاستقرار السياسي. وهنالك مثلا آخر، وهي الحرب الإريترية الإثيوبية التي دامت 30 عاما وأنهكت الشعبين، لأن الأسابع الخارجية بالتعاون مع عملائها أرادت ذلك. إذن إن منطقة القرن الإفريقي التي اشتهرت بالمجاعات خلال العقدين الماضيين ليست فقيرة، بل هي منطقة واعدة بكل الخيرات، وتعيش اليوم حالة مخاض لميلاد واقع جديد. فقد بدأت هذه المنطقة تشعر بمصالحها المترابطة وبمصيرها الواحد، وبدأت تتحرر من الأصابع الخارجية، ونلاحظ ذلك في محاولاتها الدائبة لمساعدة بعضها البعض للتغلب على المشاكل والمصاعب، وهذا لم يكن متوافر في الماضي، حيث كان يحاول كل منهما تعميق وافتعال مشاكل للآخر. كما نرى الآن التنمية في إثيوبيا وإعاقتها، حتى لا يستطيع الشعب الإثيوبي وغالبيته من المسلمين أن يتحرر من قيودات هذا الاستعمار. وكان يقول كما سترتبط هذه المنطقة مثل ما كانت في يوم من الأيام في شكل تكامل عربي إفريقي يكون نواة. هذا هو صاحب الكتاب
العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي الأستاذ المؤرخ الأديب الإريتري محمد السعيد ناود رحمه الله. كان حلمه أن يرى السودان خاليا من الاستعمار البريطاني، وقد تحقق الحلم. ولكن عندما كنت قال موظفا حيث حضرت في رفع العلم السوداني وإنزال علمي دولة الحكم الثنائي في مبنى المحافظة، ثم كتب الله لي وأنا في بداية طور الشباب أن أقوم بتأسيس، هو الذي أسس حركة تحرير إريتريا في أواخر عام 1958 في مدينة بور سودان. وقد كان حلمي أن أرى إريتريا محررة من الاستعمار الإثيوبي، وأصبح هذا الحلم حقيقة. أما حلمي الحالي هو أن أرى القرن الإفريقي وحدة سياسية واقتصادية واحدة، فلم تعد هذه الحواجز والحدود المصطنعة لصالح الشعوب القرن الإفريقي، إنما مؤمن كل الإيمان بأن تكاملا سياسيا واقتصاديا وثقافيا سيربط هذه المنطقة بكاملها وبالشكل الذي يختاره أبناؤها، فإن بإرادتهم الحرة. وأكرر ما ذكرته سابقا بأن هذا الكتاب ليس سردا لتاريخ القرن الإفريقي أو الجزيرة العربية، لأن سرد تاريخ المنطقة برمتها من اختصاص أبناء كل قطر من أقطارها، حيث يظلون هم الأقدر على أداء هذه. وقال: ومما دفعني لكتاب هذا البحث وبحكم إلمامي بلغة التيغري، وهي لغة حميرية، والتي كان يصادفني فيها دوما من المفردات العربية ما لا حصر له، وما كنت أسمعه من الآباء والجدود في أحاديثهم وذكرهم لأنسابهم التي يعودون بها إلى الجزيرة العربية والانتساب لقبائل عربية بالاسم. كل ذلك كان حافزا لي للبحث عن هذا الأمر الذي تطور إلى البحث عن العروبة والإسلام في منطقة القرن الإفريقي بكامله. وهذا الكتاب جدير بالقراءة، الناس تطلع عليه، لأنه هو ذكر، ونحن نأتي في هذه الحلقة، هذا الجزء الأول ثم الجزء الثاني، مقتطفات من الكتاب وليس قراءة كل الكتاب. فلمن أراد الاستزادة فعليه الرجوع بهذا الكتاب، متواجد مطبوع. ويقول وختاما قال: إن هذا الجهد المتواضع والذي قمنا به نرجو أن يكون حافزا للدارسين والباحثين من أبناء منطقة القرن الإفريقي للمزيد من البحث والتنقيب، وذلك لربط كل حلقات التاريخ والعادات والأصول والثقافة وغيرها بعضها ببعض. فقد كتب الكثيرون من خارج المنطقة وبالذات الأوروبيون، حيث أصبحت كتاباتهم مرجعا لكل باحث، وهنالك الكثير من التشويه فيما كتبوه. وعليه فقد حان الوقت لتساهم أقلام أبناء هذه المنطقة لإعادة كتاب. والآن الحمد لله هنالك مراكز قوية في الصومال وفي إريتريا وفي إثيوبيا تبحث من جديد عن تاريخ هذه المنطقة، منطقة القرن الإفريقي. وفي باب الثاني كانت تلك مقدمة. وأما الباب الثاني في هذا الكتاب: الهجرات العربية باتجاه الشاطئ الإفريقي للبحر الأحمر. بدأت الهجرات العربية باتجاه الشاطئ الإفريقي للبحر الأحمر في عهود غابرة وموغلة في أعماق التاريخ، بحيث لم يستطع المؤرخون حتى الآن كشف بدايتها، متى جاءت هذه الهجرات العربية. وفي هذا فهي تختلف كل الاختلاف عن الهجرات التي عرفها العالم، مثل هجرات شعوب بريطانيا وأوروبا إلى الدنيا الجديدة باتجاه أمريكا الجنوبية والشمالية. فكل الحقائق المتوفرة تشير بأن الاتصال والتواصل بين الشعوب في الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر يعود إلى عهود
غابرة. إلى حلقة جديدة من برنامج في شرف العربية، ألتقيكم واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.